ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس وده فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم فيه عن البرايمر. ايه هو اصلا البرايمر وايه الانواع اللي موجوده في السوق؟ حاولت اختار لكم اشهر الانواع، مين اللي يقدر يستخدمه، وهل هو اصلا مهم ولا لا. ودي على فكره تاني مره اعمل فيديو زي كده. كنت عملكم فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس، اتكلمت فيه انواع مختلفه عن الانواع اللي معايا دلوقتي. وانا من الناس اللي بتحب حاجه اسمها برايمر، فعشان كده كنت عايزه اكلمكم عنه. يعني انا ليه شايفه ان لازم كل حد يكون عنده المنتج ده. فلو انت مهتمه شوفي الفيديو للاخر، ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب قبل ما ابدا اشرح لكم ايه هو البرايمر ده، خليني اقولك ان عشان تستخدمي برايمر او تستخدمي اي سكين كير اي مكياج لازم تبقي عارفه ومحدده انت ايه نوع بشرتك اصلا. فازاي هتحددي نوع بشرتك؟ اول حاجه اغسلي وشك باي غسول باي حاجه عندك، وسيبي بشرتك في الهواء وما تحطيش عليها اي حاجه، وراقبي بشرتك ايه اللي هيحصل فيها. لو هي كلها بتنزل زيت فهي دهنيه، لو هي كلها ناشفه فهي جافه، لو دهنينك بس من عند قرتك ومناخيرك ودقنك وخدودك هي اللي فضلت جافه، او ايا كان الجزء اللي من وشك اللي بينزل زيوت وتبقى في وشك حتت هي اللي بتجف، ده معناه ان انت بشرتك مختلطه. ممكن جدا ان احنا بشرتنا تتغير من كل يوم والتاني على حسب ظروفها، على حسب بتنامي كويس ولا لا، بتشربي ميه ولا لا، بتاكلي كويس اكل يغذي بشرتك ولا لا، وكمان على حسب فصول السنه سواء في الشتاء او في الصيف. كل ده بيخلي البشره او يعني الكونديشن بتاعتها تتغير. فبالتالي لازم ان انا بغير المنتجات، وبالتالي بغير برضو نوع البرايمر اللي انا بستخدمه على حسب بشرتي ظروفها عامله ازاي في الوقت الحالي. تمام، دي اول نقطه. تاني حاجه، ايه هو اصلا البرايمر؟ البرايمر ده عباره عن بيز بيتحط على الوش كأول خطوة قبل المكياج بتاعك، او حتى لو انت ما بتحطيش مكياج اصلا وعايزة توصلي ان انت بشرتك فيها عيب معين عايزة تخلي شكله احسن. طيب امتى اصلا بستخدم البرايمر؟ مبدئيا البرايمر هو خطوة بتيجي بعد ما بتحطي المرطب بتاعك، وبعد ما بتحطي السان سكرين بتبداي تحطي هو البرايمر كتالت خطوة، وبعد كده الفاونديشن بتاعك. طب في ناس ممكن تحس ان الخطوات دي كتير قوي، البشره هتمتص كل ده ازاي؟ ببساطه شديده، حطي المويسترايزر واستني 5 دقايق، حطي السان سكرين واستني 5 دقايق، البرايمر واستني 5 دقايق، وبعد ما البشره تتشرب كل ده واحده واحده ابداي ان انتي حطي الفاونديشن وابداي مكياجك عادي. طيب في ناس هتقول احنا في الصيف مش هنستحمل ان احنا نحط كل الحاجات دي على وشنا، خصوصا الناس اللي بشرتها دهنيه هتشوف ان ده كله تقيل عليها. في الحاله دي نعمل ايه؟ هسكيب، بدل ما احط مويسترايزر هحط سان سكرين يكون فيه نسبه ترطيب، وبالتالي هيبقى الخطوات بتاعتك السان سكرين اللي هو فيه نسبه ترطيب، فبالتالي عوضك عن المرطب. بعد كده البرايمر وهو البيز بتاعنا اللي احنا هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل، وبعد كده الفاونديشن. وهسيب لكم فيديو فيه كل انواع السان سكرين اللي انا جربتها، وعشان تعرفي تختاري ازاي السان سكرين بتاعك، وكل الانواع اللي انا جربتها في الديسكربشن بوكس. طيب زي ما اتفقنا ان البرايمر بيخلي شكل بشرتك احسن. طيب البرايمر ده عشان تبقي عارفه حاجه بتتحط على وشك بتجهز بشرتك لاستقبال المكياج، وبيعمل 5 حاجات حلوين جدا جدا. مبدئيا بيشيل الزيوت من بشرتك لو عندك زيوت زياده، او بيدي ترطيب لبشرتك لو انت محتاجه ترطيب، طبعا على حسب نوع البرايمر. بيخلي شكل المسام انعم لو انت عندك مسام في وشك، بيخلي المكياج بتاعك شكله يعني احسن، بيقعد له لمده اطول. يعني لو انت عايزه تثبتي المكياج بتاعك لوقت اطول تقدري ان انت تستخدمي البرايمر. ولو انت عندك خطوط في وشك، سواء تجاعيد في قرتك، عندك السمايل لاينز، عندك اي خطوط في وشك عايزه تخلي شكلها انعم، ده برضو يعني حاجه من الحاجات اللي احنا بنستخدم ليها البرايمر. وبيخلي البشره تبقى بلورد يعني شكلها انعم، كانك حطيتي فلتر يعني على وشك، كانك حطيتي حاجه تفلتر البشره وتجهزها لاستقبال اي حاجه تانية. طيب هل ده معناه ان بس الناس اللي بتستخدم مكياج هي بس اللي بتستخدم برايمر؟ لا، وده برضو بيرجع على حسب نوع البرايمر اللي بتستخدميه. برضو خليني الفت نظركم لحاجه، في برايمرز للوش بس، في برايمرز للعيون، وفي برايمرز كمان للرموش. احنا اللي هنتكلم عنه النهارده البرايمر بتاع الوش، ومعايا برضو برايمر للعين. وحاجه كده هقولها لكم، البرايمر بتاع العين هو كل وظيفته ان هو يخلي شكل الاي شادو احسن وانعم وبيجمنتد اكتر. فلو انت عندك اي شادو هو البيجمنتيشن بتاعته ضعيفه او لونه ضعيف مش بيبان، حطي قبله برايمر. بس انا بقول فاكس برايمر للعين، وكل اللي انت محتاجه تعمليه تستخدمي بس كونسيلر
فوق عينيكي وتثبتيه بباودر، وبعد كده تبدأي مكياج العين. ومع ذلك معايا نوع هكلمكم عنه، فاستنوني يعني في الحتة بتاعته. بالنسبة للرموش انا بجرب حاليا برايمر للرموش. اول لما يبقى عندي الفول ريفيو بتاعه هقول لكم. خلينا بس النهارده نتكلم عن برايمر الوش. زي ما اتفقنا البرايمرز هو بيعمل زي بلور للوش او بيعمل زي فلتر على الوش، فبالتالي ده معناه ان هو في نسبة كبيرة من السيليكون، واغلب انواع البرايمرز بتبقى معمولة من السيليكون. فالسيليكون مش اكتر حاجة صح ان انا احطها على بشرتي كل يوم. يعني ازاي اوصل لنتيجة حلوة من البرايمر وفي نفس الوقت ما اهلكش بشرتي؟ انا شايفة من وجهة نظري استخدمي البرايمر لو انتي عندك مناسبة مهمة قوي قوي وعايزة شكل بشرتك يبقى انعم بكتير، عايزة مكياجك يقعد فترة اطول. وكمان لو انتي حاسة ان انتي محتاجة ان المكياج بتاعك يبقى، يعني لو انتي مثلا عندك خطوط وخايفه ان هو يخش جوه الخطوط زي السمايل لاينز، ممكن تكتفي ان انتي بس تاخدي حته بس من البرايمر صغيره وتحطيها على المنطقه اللي فيها المشكله. يعني زي ما انا مثلا عندي هنا الخط بتاع الخد ده، باخد حته من البرايمر وابدا ان انا افل بيها الخط ده، بس مش بملأ وشي كله، بحيث ان انا اقلل الاضرار على قد ما بقدر. البرايمرز اسعارها غاليه قوي قوي واسعار رخيصه قوي قوي قوي، وعشان كده جبت لكم كذا نوع، اغلبها انواع مشهوره وهكلمكم عنها النهارده. في كمان حاجه عايزه اقولك عليها، لو انتي بشرتك فيها اكتر من مشكله تقدري تستخدمي اكتر من نوع برايمر على كل حته في المشاكل اللي عندك، تاخدي حته صغننه. في ناس متخيله ان كل ما احط برايمر اكتر، يعني اخد كميه كبيره من البرايمر، كل ما المكياج يبقى شكله احسن. العكس تماما، كل ما تاخدي كميه صغيره كل ما بقى شكل المكياج احلى. لو حطيتي برايمر كتير ده هيخلي الوش يعجن، لان المكياج هيبتدي يتزحلق من على وشك، مش هيبقى حلو. فكل الحاجه اللي انت محتاجه تاخديها تبقى حبايه صغننه قد كده اهو، وتوزعي على وشك كله. لو انت عندك هنا مثلا مسام، ابداي خدي برايمر حته صغننه وحطيه هنا. عندك خطوط، خدي بقى برايمر للخطوط وابداي حطيه هنا. عندك برايمر بيتحكم في افراز الزيوت، هتستخدميه عشان خاطر الزيوت وتحطيه في المنطقه اللي بتزيد. كفايه بقى شرح ويلا بينا نبدا في انواع البرايمرز. هبدا معاكم بيه، وده ارخصهم، ده كان سعره 60 جنيه من مايت سينما. اسمه مايت سينما برايمر سموث بورلس لوكينج سكين ماتيفاينج بور مينيمايزنج، اسمه حاجه كتير كده. ده شكله، ده كان سعره 60 جنيه. البرايمر ده المفروض ان هو للناس اللي هم اصحاب البشره الدهنيه، تمام، لان هم على كلامهم ان هو بيخلي البشره مات وبيعمل بور مينيمايزنج وبيخلي شكل المسام انعم. طيب انا من تجربتي للمنتج ده، هو سيليكون صريح. عايزه اوريكم شكله واوريكم الحته اللي انا بس هحتاجها من البرايمر اهو. دي بس كلها ممكن ان انا احطها على وشي او على المشكله اللي عندي. وده شكله هو مفروض على البشره، هو سيليكون تمام، بيسيب لمعه بسيطه قوي. بس بصوا شكله، عايزه اوريكم شكله ما بين الفرق ما بين الايد دي وما بين الايد دي، هتلاقوا زي لمعه بسيطه كده، تمام. البرايمر بتاع مايت سينما ده من ناحيه المسام هو بيخفف المسام فعلا، بيخلي شكلها انعم، بس مش 100%، خليني اقول مثلا 40% بس. بتحسي ان شكل المسام انعم. بيثبت المكياج ولا لا؟ بيثبت المكياج، بيخليه يقعد لفتره اطول. هل بيتحكم في افراز الزيوت؟ مش اكتر برايمر استخدمته حسيت ان هو بيتحكم معايا في افراز الزيوت. لا، البشره بتبتدي تزيد، بس يعني مثلا قولي من بعد ساعتين من وانتي حطاه. يعني هو مش بيعمل اضافه زياده في حته الزيوت دي، بيسيب شويه زي لمعه كده. فحاسه ان هو مش وحش لو انتي بتدوري على اوبشن كويس ويكون سعره رخيص. لكن لو انتي بتدوري على حاجه عادي ممكن تدفعي فيها اكتر، لا استني، بلاش تجيبي مايت سينما، في حاجات احسن من كده هتكلم عليها دلوقتي. فده كان اول نوع. البرايمر اللي بعد كده هو كاتريس برايم اند فاين، وده شكله. ده البرايمر المشهور قوي بتاع اللي هو بيبقى انتي شاين بيز وبرده في نفس الوقت بور ريفايننج. فالبرايمر ده كان من اكتر البرايمرز اللي انا بحبها زمان، كان سعره رخيص، كان سعره تقريبا 150 جنيه. حاليا سعره اكيد 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 بقى اكتر، وعلى فكره 150 بالنسبه للبرايمر يعتبر سعر كويس جدا، لان البرايمرز في العادي بتبقى غاليه. مشكلتي مع النوع ده ان هو شويه ناقص في السوق، مش اكتر نوع هتلاقيه موجود.
البرايمر ده بيخلي فعلا البشره مات، بيخلي فعلا الزيوت بتاعه البشره ما تظهرش، وفي نفس الوقت بيخفي شكل المسام، مش بيخفيها 100% بس خليني اقول بيخفيها بنسبه 70%. بتحسي فعلا شكل المسام انعم، بيثبت المكياج لفتره كويسه، وبيخلي البشره فعلا شكلها بلورد، بس مش بيملى الخطوط بتاعه الوش، ودي ما كانتش وظيفته، فمش هقدر ان انا اعاتبه على ان هو ما بيعملش الحاجه دي. بالنسبه لي هو اختيار كويس ويعتبر سعر متوسط. الحاجه اللي بعد كده وهو البرايم ستوديو بتاع اسنس بتعمل انواع برايمرز كتير، بس مش دايما بتعمل اللي هي بتقوله بصراحه. خليني اكلمكم عن البرايمر اللي معايا ده. هما كاتبين ان هو سيليكون فري، وهو فعلا تحس ان هو فيه شويه كريم كده شبه الكريم، بس في نفس الوقت لا، انا متاكده ان هو فيه سيليكون. بورلس بيخلي شكلك بورلس، مفيش مسام، لا خليني اقول بيعمل كده مثلا بنسبه 20% ولا حاجه، مش اكتر حاجه بتتحكم في المسام. من ناحيه ان هو بيخلي البشره ما بتلمعش، ده حقيقه مش بيخلي البشره تلمع، ولو انها بتبتدي تلمع بعد مثلا 5 ساعات ولا حاجه، وده مش وحش. هل بيثبت المكياج ولا لا؟ ثباته للمكياج متوسط، مش اكتر حاجه بتثبت المكياج في الدنيا، لكن اوفر اول كبرايمر بحس ان هو حلو لو انت عايزه تستخدميه كاستخدام يومي. مش هيبقى مضر قوي للبشره، لان هو ما فيهوش سيليكون بشكل صريح، مش سيليكون اللي هو السيليكون الشفاف ده، لا هو لونه حتى اورنج شويه كده من جوه. وعشان تبقوا عارفين في انواع برايمرز بتيجي بالوان، ممكن تلاقي البرايمر اللي هو لونه اخضر وده بيكنسل اللون الاحمر اللي على وشك، لو انت عندك اي احمرار في وشك ده هيكنسله. لو انت عندك لون اورنج يعني لون البرايمر بتاعك اورنج، ده شويه بيكنسل لو انت عندك زي تصبغات شويه في البشره، بس طبعا مش 100%. فانا مش من مؤيدين البرايمرز الالوان، عشان كده ما اتكلمتش عليها، ففاكس حوار البرايمر الالوان ده. المهم يعني البرايمر بتاع اسنس كان سعره تقريبا 170 جنيه او 180، ممكن تلاقيه باقل من كده على حسب المكان اللي بتشتريه منه. انا كنت شارياه من سيتي سنتر مول اللي هو اللي فتح جديد ده. يعتبر بالنسبه لي لو هديله تقييم يعني هديله 6/10. انا كأزيز بحب استخدمه في الطلعات العاديه، مش لو ورايا حاجه مهمه يعني، فاهمين. الحاجه اللي بعد كده وهو الريمل 8 hours wear lasting finish. ده المفروض ان هو برايمر بيديكي زي لمعه لوشك، اللي هو الشكل الجلوي بتاع البشره، وفي نفس الوقت هو بيدي ترطيب للبشره، فهو مناسب اكتر للناس اللي بشرتها جافه. فالبرايمر ده حلو لو انتي يعني بشرتك دهنيه وعايزه تستخدميه في الشتاء يديكي لمعه، وحلو لو انتي من الناس اللي بشرتها جافه وعايزه تاخد يعني لمعه في بشرتها ويديها ترطيب مع المويسترايزر، هيبقى حلو قوي. هل بيعمل اي حاجه للمسام؟ طبعا لا، هو اصلا البشره الجافه ما بيعملش اي حاجه، بيعمل شكل بس فيه لمعه حلوه للبشره. بيثبت المكياج، بيثبته مش اكتر حاجه بتثبت، بس بيثبته يعني ممشي حاله، مش اكتر برايمر بحب استخدمه. مؤخرا لا، بحب استخدم حاجات تانية اكتر لان انا بشرتي دهنيه، فحتى اللمعه اللي بيديها لي دي لما بلجأ لها اكتر للشتاء. فاللي هيعجبهم اكتر الناس اللي بشرتها جافه مختلطه مايله للجفاف، انما اي حاجه فيها علاقه ان هو يخلي البشره مات او كده لا، ده للبشره الدهنيه والمختلطه مايله للدهنيه. ممكن ان انت تجيبي ده لو انت عايزه تحطيه بس على جزء من وشك، لو عايزه تستخدميه كحته هايلايت اكتر وتثبتي بيه الهايلايتر بتاعك هيبقى كويس. البرايمر اللي بعد كده وهو الميبلين بيبي سكين، اشهر برايمر تقريبا. البرايمر ده سيليكون صريح، ده سعره بيبقى من 200 جنيه 150 170، كل حد بيبيعه بمزاجه يعني. البرايمر ده تحفه للمسام، من ألذ الحاجات اللي هتستخدميها للمسام بتاعه البشره، بيخلي شكل البشره فعلا انعم. لو انت عندك خطوط في بشرتك مش هتبقى واضحه بنسبه 100%، بس مش هيخفيها بنسبه 100%. بيثبت المكياج جدا، فمن الحاجات اللي برشحها لك لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه. ولو انت بشرتك حتى جافه وعندك حته معينه فيها مسام، لان في ناس بيبقى بشرتها جافه وعندها مسام، ممكن تجيبه وتاخد منه حته صغننه وتستخدمها فوق المسام نفسها، هيبقى كويس معاكي. البرايمر اللي بعد كده وهو ايفون بتاع مارك، ده اسمه طوكيو، تمام. هو فيه زي جليتر كده من جوه، والبرايمر ده مخصص للناس اللي بشرتها جافه. للاسف حته الجليتر دي بتبقى باينه على وشك، بس عادي يعني بعد ما بتوزعيه وتديله مثلا بتاع نص ساعه كده هتلاقي الجليتر ده اختفى من على وشك. مش اكتر برايمر بحب استخدمه اكتر في وقت الشتاء.
لكن في الصيف لا. وبحب استخدمه لما اكون عايزه يعني احط مثلا نازله بالليل ومش هحط بقى حاجات كتيره على وشي، فاروح حاطه مويسترايزر خفيف وبعد كده اروح حاطه البرايمر بتاع ايفون، بيخلي شكل المسام مش بلورد، بس بيخلي شكل الوش عموما انعم، بيسيب شويه ستيكينس كده على الوش، فبيخلي المكياج فعلا يثبت لفتره اطول. بس هو للبشره الجافه، فانا مش هقدر كحد بشرته دهنيه يحكم عليه، لكن لو حد كبشرته جافه يعني ممكن يعجبه. الحاجه اللي بعد كده وهو الويت ان وايلد، اسمه مات. ده شكله، وده من مفضلاتي في انواع البرايمرز كلها. ده سعره 170 جنيه، ممكن تلاقيه باغلى من كده وممكن تلاقيه بارخص من كده. البرايمر ده بجد بجد حلو قوي للمسام، بيخلي فعلا شكل المسام انعم بكتير من العادي، بيخلي البشره مات تماما لفتره طويله، بيثبت المكياج حلو قوي. فبالنسبه لي من ألذ انواع البرايمرز اللي انا استخدمتها، ومن الحاجات اللي هرشحها لكم. البرايمر اللي بعده كمان البرايمر بتاع LA Girl اللي هو برو بريب، ده كان سعره 180 جنيه حاجه كده. سعره غالي على الكميه اللي باخدها، الكميه بتاعته قليله قوي بصراحه، 15 مللي بس، في حين ان بقيه البرايمرز يا 20 يا 30 يا 35، فالكميه بتاعته صغيره برغم ان هو ممتاز، بيخلي شكل البشره فعلا انعم، بيخلي المسام شكلها احلى، مش بيخلي بشرتي تدهن، هو مناسب للناس اللي بشرتها دهنيه. بس الحجم الصغير ده بيخليني اقول لكم لا، مش ده البرايمر اللي هتدفعوا فيه فلوس من ناحيه الحجم، لكن كنتيجه لا، هو ممتاز بصراحه وبحبه. من انواع البرايمرز اللي انا بعشقها حرفيا البورجوا هيلثي ماكس، ده عباره عن برايمر فيه لون بستخدمه كبديل للفاونديشن والبيبي كريم وكده، بستخدمه بيديني شكل احلى للمسام، مش بيتحكم في زيوت لانه مناسب اكتر للناس اللي بشرتها جافه او مختلطه، بس انا كازيس بشرتي دهنيه بحب استخدمه عادي جدا جدا. وبحط بعده لوس باودر يثبته، بيخليني استغنى عن خطوه الفاونديشن، فانا بحط السون سكرين اللي فيه نسبه ترطيب وبعد كده بحط الهيلثي ميكس برايمر ده، وببقى كده انا تمام. مشكلتي معاه انه سعره غالي وحجمه صغير، سعره كان 220 تقريبا، بس هو حجمه صغنن قوي يعني، حجمه 20 مللي، وانتي لو هتستخدميه وعشان هو فيه لون زي لون اورنج كده هتستخدميه على وشك كله، فبالتالي هتستهلكي كميه، فمش هيبقى احسن حاجه. فانا ممكن اعتبره بيبي كريم اكتر ما هعتبره ان هو برايمر اصلا. فمن الحاجات اللي بحبها قوي 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 وبحب استخدمها. هو بيجي منه درجه واحده، هو بيقولوا ان هي درجه يونيفرسال اي حد يقدر يستخدمها، بس طبعا اللي يقدر يستخدمها اي حد ما عدا البشرات الافريقيه، مش هيمشي معاهم لانه لونه فاتح. الحاجه اللي بعد كده وهو البرايمر بتاع شي جلام اللي هو البيرث داي سكين برايمر، ده شكله. بصوا البرايمر ده ناس كتير قوي بتحبه، وانا شايفه الناس اللي هتحبه الناس اللي ما استخدمتش برايمر في حياتها، لكن لو انت حد استخدم كميه البرايمرز اللي انا جربتها دي اعرفي ان هو مش اكتر حاجه هتبهرك بصراحه. سعره انا مش عارفه سعره كام، وفي نفس الوقت هو بيتاخر قوي على ما بيجي، فده اخر برايمر ممكن انصحكم بيه. ممكن لو انت بشرتك جافه وعايزه برايمر حلو ده ينفعك، هو شكله كريمي كده من جوه وتحس ان هو كريم مش برايمر. بحس ان هو بيعجن البشره، مش عارفه، ده اختي اللي مستخدمه كل ده مش انا، اختي هي اللي بتحبه مش انا بصراحه. بالنسبه لي انا كايزيس كحد بشرته دهنيه شايفه ان انت تاخدي منه حته صغننه قوي 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 عشان ما يعجنش بشرتك ويبهدل الدنيا، بيثبت المكياج، بيدي نسبه ترطيب، لونه مدي على بينك كده، فعشان كده لو افورتي هيبقى شكلك غريب. مش عارفه يعني انا كايزيس مش بنصحكم بيه بصراحه، بس لو حد عايز يجربه وهو بشرته جافه هيعجبه، لكن لو انت بشرتك دهنيه لا، قلتلك على اختيارات احسن بكتير تجيبيها. الحاجه اللي بعد كده هو الفيت مي ميبلين نيويورك برايمر، ده شكله بصراحه من اسوأ انواع البرايمرز اللي جربتها، يعني هو مات بورلس كمان، لا بيخلي بشرتي مات ولا بيخلي بشرتي بورلس، فمن افشل انواع البرايمرز. في SPF 20 واللي هو مش رقم يعني، بس كنت بحب استخدمه اللي هو عارفين ما بين الساعه 5 و6 اللي هو الشمس بتبتدي تغيب والليل بدأ يخش، فبقى عايزه ارطب بشرتي ويكون في نفس الوقت في حاجه فيها SPF يعني كويس، اكتر من كده لا، ما بيعملش اللي هو بيقول عليه، فمش اكتر حاجه هنصحكم بيها. وكان سعره تقريبا 180 او 120 حاجه، لا مش 120 200 جنيه، فمش اكتر حاجه بنصحكم بيها. الحاجه اللي بعد كده وهو الجولدن روز ميك اب بيس ماتيفاينج اند بور مينيمايزنج برايمر، ده شكله من الحاجات اللطيفه اللي بحبها، ولو انه ما بيعملش اي حاجه للمسام،
ولو بيخفي المسام شويه هيبقى بنسبه 10% اللي هو في ساعتها كده، وبعد كده قشطه. بيخلي البشره مات، مش مات 100%، بس بيخلي بشرتك انعم بكتير، بتحسي ان بشرتك ناعمه فعلا. فمن الحاجات اللي انا بحبها، بس مش من اكتر الحاجات اللي بفضلها بصراحه. لكن من ناحيه هو حلو ولا لا، هو شغال، ممكن يعجب اكتر للناس اللي بشرتها مختلطه، سواء مايله للدهنيه او مايله للجفاف. يعني يمكن ده اكتر ناس هتحبه. الناس اللي بشرتها دهنيه مش اكتر ناس هتحبه، الناس اللي بشرتها جافه مش اكتر ناس هتحبه. الحاجه اللي بعد كده وهو انجريد ميك اب بيز، انا جربت اللي هو بتاع reducing wrinkles and mimic lines. ده المفروض ان هو برايمر بيخلي شكل الخطوط بتاعت وشك انعم، وده حقيقي، هو بيخلي فعلا شكل الخطوط انعم. ده مناسب لكل انواع البشره عادي جدا، دهنيه، مختلطه، جافه، ايا كان. الناس بتقعد تقولي انت مش بتتكلمي عن الحساسه. يا جماعه البشره الحساسه دي كونديشن للبشره، لكن هي مش نوع بشره، مش تايب، فاهمين؟ يعني ممكن تبقى بشرتك مختلطه وتبقى حساسه، ممكن تبقى دهنيه ممكن تبقى حساسه. فطول ما انا ما قلتلكيش ان ده ما ينفعش للحساسه، يبقى انت تمام. يعني لو قلتلك ده بيحسس البشره، اعرفي ان كلنا ما ينفعش نستخدمه لو بشرتنا حساسه. المهم، البرايمر ده حلو قوي، بيدي شكل مخملي كده للبشره، وبيخلي البشره انعم. بيخلي شكل الخطوط كمان انعم، بيثبت المكياج بشكل حلو قوي، فمن الحاجات اللذيذه. لكن لا بيتحكم في دهون ولا بيصغر المسام، ملوش اي علاقه. الحاجه اللي بعد كده وهو ايفا، وده كريم مرطب المفروض يعني، بس ده انستنت لاين سموذنج افكت كريم. وده كريم انا بعشقه، بحس ان ده البديل اللي هو لاي نوع برايمر ممكن تشتريه. هو حلو للناس اللي بشرتها دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه، بينعم شكل المسام بنسبه 40% 50%، لان هو مش بيتارجت اصلا المسام، بس بيخلي شكل البشره انعم بكتير. بيتحكم في افراز الزيوت بس مش اطول وقت ممكن، بس من ناحيه الاستخدام يعني هو مريح جدا، وهتحسي ان انتي مبسوطه بيه. فده من الحاجات اللي انا بحبها قوي. البرايمر اللي بعد كده وهو اللوريال انفاليبل ماتيفاين برايمر، وده من انواع البرايمرز المشهوره قوي، وكنت بحبه زمان. كان بيخلي شكل المسام انعم، كان بيخلي المكياج يثبت لوقت اطول. بس مش عارفه، ما بقتش احبه قوي زي زمان. يعني حاسه ان انا جربت حاجات ارخص من كده وكانت لذيذه، مع ان ده حجمه كبير، ده حجمه 35، فهو حجمه حلو. حلو قوي للناس اللي بشرتها دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه. بس يعني هو حلو، ما اقدرش اقول ان هو وحش، بس مش احسن اختيار بالنسبه لي مؤخرا. تمام. ده كان سعره 200 وحاجه زمان ودلوقتي وصل 300، فعشان كده مش اكتر حاجه بشجعكم عليها. اخر برايمر وهو برايمر العين، ده الاسنس اي شادو اند برايمر. جربت ان انا استخدمه لوشي على فكره، طلع زي الزفت، بس هو طلع بتاع العين بس. ده شكله بتحطي كريم المرطب بتاع عينك، وبعد كده تاخدي حته صغننه من البرايمر ده وتوزعيها. معرفش، مرتحتش عليه قوي، حسيت ان هو مش احلى حاجه. هو منه درجتين، دي نود روز، وغالبا هي مش حلوه عشان خاطر هي فاتحه قوي. بس هو عامه بيخلي البيجمنت بتاع الاي شادو احسن، بيخليها اعلى، بس هو مش احلى برايمر استخدمته. يعني جيلي كونسيلر، لكن فاكس قوي البرايمر ده. بس كده رغيت كتير قوي، ودي كل انواع البرايمرز اللي انا جربتها. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان قربنا نوصل لل 200,000، وقولوا لي مستنيين فيديو ايه كمان. وعايزه اعمل لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه تكون لذيذه، ولو اني حاسه الفتره الجايه ان انا هتشغل مش عارفه اعمل فيديوز كتير، فربنا يستر يعني. فالحقوني الكام يوم دول عشان اعمل لكم فيديوز اللي انتوا عايزينها، واشوفكم الفيديو اللي جاي.